السلام عليكم. الجو ده محتاج مشروبات باردة. هنعمل النهاردة بيتش ايس تي بطريقة سهلة جدا ومفيش فيها هدر لأي مكونات. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس. يلا بينا على الطريقة. هنعمل أول حاجة الشاي. حطيت 3 باكت من الشاي وحطيت عليهم 4 كوبايات من المية السخنة وسبتهم حوالي دقيقتين ل3 دقايق وشلت الشاي منها عشان ما يبقاش تقيل. تقدري تعمليه بأي نوع شاي عندك، حتى لو شاي فرد، بس تصفيه وتسيبيه دقيقتين 3 بس مش أكتر عشان ما يبقاش تقيل. وعندي بقى الخوخ بتاعي، 4 خوخات قطعتهم قطع كده، حطيت عليهم شريحتين من الليمون، رشة من الملح، والسكر حسب الرغبة. انا استخدمت 3 معالق كبار من السكر، وحطيت عليه كوبايتين كبار من المية، وحطيته على النار من 20 لنص ساعة. انا بالظبط اخد معايا نص ساعة على النار. بعد كده بطفي عليه واسيبه يبرد خالص بالخوخ اللي فيه. تقدري في الخطوة دي تصفي الخوخ وتسيبيه يبرد، بس انا حبيت اسيب فيه الخوخ عشان يبقى الطعم قوي قوي فيه. بعد ما يبرد بقى صفيته كده وبالمصفى، وهرست الخوخ بحيث ان هو ينزل العصارة اللي فيه وينزل شوية من تفل الخوخ كده خفيف يديله طعم قوي. وهنا الخوخ ما ترموهوش، تقدروا تحطوه على الزبادي ويبقى زبادي بالخوخ زي اللي بنشتريه من بره، ما فيش فيه هدر خالص. وده طبعا كمبوت خوخ، تقدروا تعملوا بيه اي حاجة من غير ما تهرسوه كده، تستخدموه في الحلويات، في التورت، في الجاتوهات، اي حاجة. هحط بقى الخوخ على الشاي وهسيبهم في التلاجة لحد ما يبردوا خالص. اعملي الصبح واستخدميه اخر النهار، من بالليل الصبح كده. خلاص بقى جاهز وسهل جدا، مش محتاج اي حاجة. التلج بقى وصبي في الكوباية واسمعي صوت الانتعاش وحسي بيه. مرطب جدا، طعمه يجنن، ألذ بكتير من اللي بره. طبعا اللي بره بيبقى فيه صودا، ده طبعا من غير صودا، طبيعي 100%. جربوه، انا متأكدة ان شاء الله. لو وصلتوا في الفيديو لحد هنا، شكرا انكم اتفرجتم للاخر، وقولوا لي ايه اختراعاتكم في مشروبات الصيف في الجو الرهيب اللي احنا فيه ده.